كابتن رمضان والفرقه، واحنا تعبنا كتير اول فتره. فات ماتش الزمالك ده فتح لنا في الشوط الثاني، الحمد لله اللي احنا كسبنا، الحمد لله بفضل الله، الحمد لله رب العالمين. بس باسم تهدي الفوز ده لمين؟ انا هدي الفوز لكابتن رمضان. انت سعيد ان انت اللي احرزت اغلى 3 نقاط النهارده؟ طبعا الكابتن رمضان طبعا هو اللي مطلعني من انا من ناشئين نادي اصلا، وكابتن رمضان مطلعني اول سنه السنه دي الحمد لله، وده جول ثاني جول ليا في الدوري الحمد لله، واحمد ربنا على الفوز الحمد لله رب العالمين. وتحياتي لكابتن شبرا عشان انا طنطاوي زيه. شكرا لك يا باشا. شكرا. اسلام فراج كابتن اسلام فرج وائل فرج كابتن نادي بتروجيت، النهارده فوز كبير وفرحه كبيره النهارده، فوز على النادي الاسماعيلي اغلى 3 نقاط لجوه هذا الموسم. الحمد لله رب العالمين، دي هتحطنا ان شاء الله في المكان باذن الله في الجدول كويس ان شاء الله باذن الله. احنا تعبنا الفتره اللي فاتت والفرقه كلها تعبت، وفرقه النهارده فرقه كبيره زي فرقه الاسماعيلي، الحمد لله قدرنا نلعب عليها من اول دقيقه، والحمد لله كان المكسب لينا الحمد لله. تقول تهدي مين الفوز ده الكبير؟ الكابتن شوبير طبعا حبيبنا ووالدتي ووالدي ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله. شكرا لك يا وائل. الله يخليك. سام عرفات بذلت مجهود كبير النهارده في الناحيه اليسرى، بنقول لك مبروك، اداء متميز وفرحه عارمه الفوز على النادي الاسماعيلي. طبعا انا بحمد ربنا، انا ده توفيق من عند ربنا، ده مش مجهود مننا ولا حاجه، ده توفيق من ربنا وتوفيق للعيبه ان الاعلام ظالمها. اللعيبه جايه من ممتاز به، مجرد اللي احنا خسرنا من الزمالك، طبيعي نخسر من الزمالك 3. كنا الشوط الاول كويس، بس الجون اللي دخل فينا ده هي غلطه وكده، وانا بحمد ربنا، وده دفعه جديده للعيبه دي. وانا جيت نادي بتروجيت باقل فلوس، كان جاي لي فلوس ثانيه اكتر، جاي لي بتروجيت عشان الناس هنا محترمه، والناس محترمه، رئيس نادي وكابتن رمضان والجهاز الفني بتاعه كلهم ناس محترمه، كلهم ناس لازم تاخد فرصتها. وانا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه والماتش الجاي باذن الله بتروجيت هيعمل حاجه باذن الله. شكرا لك. شكرا لله. كابتن تامر محب. تامر عايزين نطمن عليك، احنا الاول بنهنيك على الفوز، اديت اداء راقي لكن عايزين نطمن عليك. ربنا يخليك، الحمد لله. هي كوره مشترك كده مع احمد علي، فاداني بالكوع كده، وعلى طول احمد بيضرب يعني، فالحمد لله سليم الحمد لله. احنا عايزين نطمن عليك. تمام دلوقتي الدكتور شافك؟ الحمد لله، ونحمد ربنا على الفوز. تقول ايه بعد الفوز الكبير النهارده والاداء المشرف لبتروجيت والفوز على النادي الاسماعيلي واول هزيمه للنادي الاسماعيلي؟ الحمد لله والله نشكر ربنا، وطبعا ده الجهاز الفني كله، نشكر الجهاز الفني ونشكر اللعيبه على الروح اللي احنا كنا فيها النهارده بصراحه، يعني هي الروح اللي كسبتنا، مش حاجه. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك يا تامر. الف شكر. كابتن بتروجيت، بنهنيك النهارده اول فوز تاني فوز لبتروجيت، اول خساره للنادي الاسماعيلي على ايد بتروجيت، اديتوا مباراه كبيره وتستحقوا النتيجه. والله الحمد لله رب العالمين، النهارده ماتش كويس قوي، ماتش كبير، فوز كبير على فرقه كبيره زي فرقه النادي الاسماعيلي، ولكن الحمد لله بنحمد ربنا على الماتش ده، جه في توقيت كويس قوي. احنا ماتش الزمالك يعني وقعنا فيه وقعه مش كويسه، خصوصا الشوط الثاني، ولكن ماتش النهارده تكرار يعني زي ماتش الانتاج وماتش المقاولين اللي الحمد لله احنا كسبناه، فهي دي فرقه بتروجيت، ونتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه من احسن لاحسن ان شاء الله. كابتن عمرو، اللعيبه الجداد والناشئين واندماجهم معاكم وانتم كلاعبين كبار، بتقولوا لهم ايه في الفتره الحرجه اللي هي التجديد والاحلال للنادي بتروجيت؟ والله هو الحمد لله النهارده يعني شفنا النهارده باسم مرسي لعيب صغير وناشئ، خامه كويسه جدا، قدر يجيب جون. ماتش الانتاج قدر يجيب جون، ففرقتنا فيها الحمد لله عناصر صغيره كويسه جدا، محتاجه بس مع الماتشات هتبقى احسن من كده، ولاعيبه كويسه جدا، والكوكتيل اللي معمول السنه دي الحمد لله معمول بشكل كويس، خبرات اللعيبه الصغيره في السن، فمدين حيويه للفرقه بشكل كويس قوي، نتمنى ان شاء الله الاستمراريه باذن الله. شكرا لك يا عمور وتمنيات لك. شكرا ربنا يخليك. كان نجم فريق بتروجيت كابتن احمد، فوز كبير، اول خساره النادي الاسماعيلي، تستحق ال3 نقاط فريق بتروجيت النهارده. الحمد لله طبعا احنا بنحمد ربنا طبعا على الاداء وعلى النتيجه يعني في حجم النادي الاسماعيلي النهارده. الحمد لله احنا بنتمنى طبعا النادي الاسماعيلي يعني يبقى الاحسن الماتشات الجايه. الحمد لله النهارده ان احنا قدرنا النهارده ناخد 3 بونت مهمين جدا، خاصه ان هم يدفعوا لنا دفعه كويسه للامام، واحنا كمان يعني كنا مريحين كمان الماتش الاولاني كنا باي، واحنا من اقل الفرق اللي لعبت ماتشات في المجموعه كلها. شايف كابتن ان انتوا واخدين راحه 11 يوم، فرق معاكم بدنيا امام فريق النادي الاسماعيلي اللي بيلعب كل 4 مباريات، كان عامل برضو مؤثر على فريق النادي الاسماعيلي في مباراه اليوم؟ هو الحمد لله طبعا احنا ال 11 يوم دول فرقوا معانا جدا في معدل اللياقه البدنيه، لان معدل اللياقه البدنيه ارتفع شويه عندنا، خدنا 3-4 ايام كان الكابتن شادد فيهم شويه، فالحمد لله طبعا هم فرقوا معانا بنسبه كبيره جدا، خاصه ان ماتش الاسماعيلي لعب من 3-4 ايام برضو، كان اللعيبه مجهده برضو، بتمنى لهم التوفيق في الماتشات الجايه ان شاء الله. شكرا لك كابتن وتمنيات لك. تحت امرك.
وما زلنا معكم، وفرحه كبيره، فرحه الفوز على فريق الاسماعيلي واول خساره للنادي الاسماعيلي. كابتن رمضان السيد، بنهنيك على الفوز الكبير النهارده، وفرحه طاغيه من اللاعبين والجهاز الفني. اديتوا مباراه رائعه تستحقون الفوز والثلاث نقاط. والله الحمد لله احنا فعلا ادينا مباراه الحمد لله. الشوط الاولاني يمكن انا كنت بتكلم معاك قبل المباراه وقلت لك ان احنا في فترات هنضغط فيها من فوق وفي فترات هننزل نلعب زون نص ملعب. اعتقد ان احنا كان تعليماتنا ان احنا الشوط الاولاني كله ان احنا نستغل الهواء، وعملنا الضغط بشكل منظم جدا وبشكل هايل. الشوط الثاني الحقيقه احرزنا هدف واضعنا هدف الحقيقه، هدف كوره لباسم مرسي في اول 3 دقائق انفراد تام يعني. لكن الشوط الثاني يمكن انا كانت تعليماتي بين الشوطين ان احنا لازم ننزل اول ثلث ساعه نضغط عشان نعزز الهدف، لان الهدف مش هيكسبنا الثلاث نقاط. لكن هم يمكن بعد 20 دقيقه او حاجه ابتدوا عاوزين يحافظوا، واحنا كمان ابتدينا نحس ان الكرات الثابته بس هي اللي عامله خطوره علينا، فبالتالي عملنا تغييراتنا كلها عشان نتفادى ان يخش فينا هدف. كابتن رمضان، الهزيمه من الزمالك 3-0 الفتره 11 يوم افادت الكابتن رمضان السيد، وكان في خصم عنيد النادي الاسماعيلي كسبان 4 مباريات، لكن انت درست النادي الاسماعيلي كويس وفعلا وضعت الخطه المناسبه وكان ليك الثلاث نقاط والفوز الكبير. والله احنا اكتر حاجه فرقت معانا الحقيقه في ال 11 يوم ان احنا الحقيقه تداركنا في خلال الفتره دي الاخطاء الدفاعيه اللي اتواجهت عندنا في الشوط الثاني في مباراه الزمالك. احنا مباراه الزمالك مقدمين الشوط الاولاني على مستوى عالي جدا، لكن يمكن الهدف اللي جه في الدقيقه 2 من الوقت الضايع فرق معانا في التغييرات، حتى عملنا تغييرات هجوميه عشان نعوض الهدف، فبالتالي يمكن خطوطنا اتفتحت شويه. احنا عالجنا الحقيقه الحاجات دي كلها، والنهارده الحمد لله الثلاث نقاط غاليه جدا الحمد لله. شكرا ليك كابتن رمضان. شكرا.